ستيل دو جو اللي شفنا في الماتش تاع اليوم بين الاتليتيكو وارسنال هو اللي هضر عليه تيري هونري البارح انه متعه كره القدم، عكس واش شفنا في الماتش تاع البايرن مع باريس سان جيرمان وين وصفها بكره القدم العشوائيه وانها حاجه داخله لانه الدفاع كان غايب تماما والمساحات كانت بالكيلومتر. جا الماتش تاع اليوم باش يثبت الفكر اللي يحبوا تيري هونري انه كره القدم هي انضباط قبل كلش، وهي في الحقيقه كل واحد كيفاش يشوف هذا الشيء، لانه احنا البارح استمتعنا واليوم زدنا استمتعنا رغم الاسلوبين المختلفين. والواقع والاستنتاج اللي خرجت به من لي دو ماتش انه كل ماتش وحيثياته. البارح الباير والبي اس جي لعبوا على نقاط قوتهم اللي هما الهجوم، وفي الماتش تاع اليوم بين الارسنال والاتليتيكو سيميوني وارتيتا لعبوا على نقاط القوه ديالهم واللي هي الدفاع القوي وجوده حراس المرمى والانضباط التكتيكي والاندفاع البدني الكبير. زيد لها نقطه واحده اخرى انه في الماتش تاع البارح انريكي كان على باله لو كان لعب باللور مع الدفاع المتوسط ديالو وجوده الخط الهجومي تاع الباير لو كان خرج بسكور لور، ونفس الشيء بالنسبه للباير لو كان لعبوا اللور لو كان راهم كلاتهم البي اس جي. وكان ولو الماتش تاع اليوم لا ديفونس تاع الفريقين ولي غارديان لعبوا دور كبير انه الماتش يخلص 1-1، وهذه حلاوه الفوتبول انه كل ماتش تشوف ستيل جديد وفكر جديد. زيد لها نقطه انه لي دو زيكيب راهم يلعبوا حظوظهم للتتويج باول لقب ليهم في تاريخهم في الشامبيونز ليغ، صافي كل واحد فيهم يلعب التحفظ بما انه مازال ماتش لو تور. ايماجيني تاع ارسنال اللي عام كامل هو يربح بالركنيات ولي كونتر اتاك واللعب العاقي، في اخر دوره يروح يبدل ستيل تاعو وياكل 4 ولا 5 من الاتليتيكو في ستادهم، وفي الروتور الاتليتيكو يغلقها وكل شيء يضيع. ونفس الشيء بالنسبه للاتليتي. المفيد انه هادو الفريقين فاجئونا بمستواهم اليوم اللي كان كبير عكس واش كنا نتوقعوا انهم راح يلعبوا في زوج اللور وبدون فعاليه تذكر.